السلام عليكم، اهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحضر مع بعض زي ما انتم شايفين كده الزبده البلدي بالقشطه بوش اللبن او وش الحليب. شايفين ما شاء الله، حاجه كده جميله وموفره جدا جدا. شايفين؟ اللهم بارك. وشايفين بقى ده هنعمل بيه مع بعض مخبوزات طرية، هنعمل بيه القرص الطرية، يعني مش هنرمي حاجة. زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. ودي الزبدة بعد ما سيحناها وعملناها سمنة. شايفين المرتة؟ وادي السمنة. شايفين المرتة طالعة ناعمة وجميلة. شايفين؟ ما تختلفش عن الزبدة الجمسي اللي بتجيبيها من الفلاحة. شايفين السمنة؟ شايفين شكلها كمان؟ بسم الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما خستش معايا خالص، وما كانش طبعا فيها لبن. يعني ما حضرتش فيها. تابعيني وشوفي الفيديو هيعجبك جدا، وهنشوف احنا عملناها ازاي. هنا القشطة بتاع الحليب. انا بجيب الحليب، حليب يكون جمسي حلو، بتجيبيه من الفلاحين بقى، حد مضمون يكون الحليب بتاعه دسم. بنغلي الحليب وبعد كده بتاخديه تحطيه في التلاجة. تاني يوم بتطلعي الطبقة اللي على الوش اللي هي القشطة، بتاخديها تجمديها في قلب علبة تلاجة وتقفلي عليها كويس علشان يعني ما تاخدش من ريحة الحاجات اللي بتبقى مجمداها في الفريزر. اهم حاجة بس اقفلي عليها كويس. وبعد كده كل مرة بقى، يعني كل يوم مثلا لو بتعملي لبن او حليب كل يوم، بتغلي حليب كل يوم، بتعمليه بنفس الطريقة وبتاخدي القشطة بتاعته. انا ولادي اصلا مش بيحبوا الحليب، ومش بيحبوا كمان الحليب يكون دسم، يعني لو شربوه يشربوه بدون قشطة وما يكونش فيه دسامة خالص، عشان القشطة دي بتضايقهم. انا بالنسبة لي عادي، بس بضطر ان انا اشيل القشطة بتاعتها بتاع الحليب علشان هم مش بيحبوه، بشربه لهم بالعافية. تمام. بس فالافضل بقى ان احنا نشيل القشطة وتستخدميها بقى. طبعا بنستخدمها في الحلويات، بنستخدمها في مخبوزات، في كمان نستخدمها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، في الرز المعمر. يعني طبعا ليها استخدامات كتيرة، واهم استخدام منها ان احنا هنعملها زبدة فلاحي. انتوا عارفين الزبدة الفلاحي دلوقتي عدت 200 جنيه. تمام. وغالية، فليه ما نوفر؟ يعني شيلي القشطة بتاعة الشهر كله، وتعالي اخر الشهر اضربيها بنفس الطريقة اللي انا هوريها لك، وهتطلع معاكي زبدة حلوة جدا، وتبقي وفرتي الزبدة اللي بتجيبيها في الشهر. يعني من حاجة انت المفروض ان هما، يعني حاجة بتكون موجودة عندك في الحليب هتتشرب، يعني او بتضايقك او بتضايق ولادك، او انت مش حابة ان انت تشربي حليب كامل الدسم. فخدي بقى القشطة بتاعته واعمليها زبدة بلدي جمسي، كمان حاجة كده خفيفة ومفيدة. اللهم صل على سيدنا محمد. هنحطها بقى، انا هضربها في العجان، ما عندكيش عجان ممكن تعمليها بالمضرب الكهربائي. فالافضل انا هعملها في العجان. عندك عجان هتضربي في العجان، ما عندكيش عجان اعمليها بالمضرب، وانا زمان كنت بعملها بالمضرب. اهم حاجة بقى هنا علشان تتعمل معاكي بسرعة، لان بشوف ناس كتيرة بتقول ان هي على الفيس طبعا، لما بتيجي تضرب القشطة وعايزة تعملها زبدة بتاخد وقت معاها وما بتفصلش معاها على طول. ليه؟ علشان المفروض القشطة تكون متجمدة، يعني تكون طالعة ساقعة مجمدة من الفريزر، ما تكونش، يعني انا مش عايزة اقولك ان هي تبقى متلجة او فيها تلج، لا، تبقى متجمدة ساقعة باردة. فيها زي ما انا ما بعمل كده اهوت بالسكينة، انا بفتتها علشان فيها تجميد، فممكن تكسر لي بقى ايه المضرب بتاعي او الويسك بتاعي، ممكن يتكسر. تمام. فبكسرها الاول بقى كده بالسكينة الاول، وبعد كده بروح ضربها. بنبدأ على السرعة الاولانية، وبعد كده بتعلي السرعة تدريجيا.
لو لسه اول مرة بتشوفيني وما اشتركتيش في القناة، فضلا منك اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وتابعيني للاخر علشان هنقول تفاصيل مهمة علشان الوصفة تطلع معاكي كويسة جدا. ما تتفرجيش على الفيديو من اوله وبعد كده نعمل الوصفة وترجعي بقى تدعي عليا وتقولي ايه، الطريقة طلعت وحشة ومش حلوة. فأهم حاجة جربي أو شاهدي الفيديو للآخر عشان تعرفي كل التفاصيل. ما ناخدش التفاصيل من أول الفيديو ونعمل الوصفة وتفشل معانا وبعد كده نجيب العيب على اللي بيعمل الفيديو أو اللي بيعمل الطريقة أو بيقدم الوصفة. تمام. كل شوية بسرع بقى طبعا في البتاع. هضيف هنا بقى اللي هيزود لي سرعة الضرب، الملح. نص معلقة من الملح، هيسرع معايا بقى ويخلي القشطة بتاعتي تلم على طول. شوفي انا مجرد ما نزلت معلقة الملح القشطة فصلت على طول ولمت معايا. بس معناها هنا انها اتضربت؟ لا، لسه ما اتضربتش ولسه ما عملتليش زبدة. يعني هي كده عملت ما بقتش قشطة اهي بالشكل ده، اهي بالشكل ده لسه اهي. بس لسه المية بتاعتها ما فصلتش. علشان تاخدي زبدة كويسة لازم المية بتاعتها تفصل. فهنضربها تاني. هنا بقى لقيت المضرب يعني الويسك بتاعي اهو ابتدى ان هو يوسع. حسيت ان هو بقى هيوسع معايا وممكن تتكسر، خفت عليه بصراحة. فهشيله بقى واحط الكف. فالافضل بقى على طول اول ما تيجي تضربي اضربي بالكف لو عندك عجان، علشان حرام بس يعني ايه المضرب ما يتكسرش منك. والحاجة غالية بصراحة، يعني ده عجان كنود والحاجات بتاعته او قطع الغيار بتاعته غالية جدا. فحاولي ان انت تحافظي، مش عشان نوفر في حاجة نبهدل حاجة تانية او نكسر حاجة تانية او نخسر حاجة تانية. تمام. شايفين الزبدة بقى فصلت معايا على طول اهي. والله ما كملت 5 دقايق وكانت اتضربت. شايفين لمت في الكف ازاي؟ شايفين لمت كلها اصلا، يعني هي تتاخد كده على طول وتتعمل. بنزلها بقى كده من على الكف خالص اهو بالشكل ده. ولو ضربتي بالمضرب الكهربائي هو محتاج صبر، يعني اصبري على الحاجة لحد ما تتضرب معاكي يعني. ومعلقة الملح دي بتسرع بقى في الضرب وبيخليه يفصل على طول. احنا اوقات كتير يعني بنجيب زبدة بتكون مملحة، يعني الطعم بتاعها مالح قوي كمان. تمام. شايفين ده علشان ان هي ايه بتسرع معاهم في فصل القشطة يعني. بناخد بقى قطعة الزبدة كده بالشكل ده ونكورها. حاولي بقى ممكن تعمليها كورة واحدة او تعمليها على كذا كور صغيرة كده. عايزة اقولك بقى الافضل اعمليها على كذا كورة صغيرة مش كورة كبيرة. ليه بقى؟ علشان لما نيجي نسيح الزبدة الكورة الكبيرة بتاخد وقت في التسييح على البوتاجاز، لكن الكور الصغيرة كده ما بتاخدش وقت. مجرد ما بتحطيها على البوتاجاز في الحلة على البوتاجاز على طول بتسيح بسرعة. اضغطي كده لحد ما تنزلي اي مية فيها، يعني بتعصريها كده. لمي الزبدة كده بالشكل ده، شايفة؟ اضغطي قوي كده علشان ما يبقاش فيها ميات خالص وما تاخدش وقت معاكي لما بنيجي نسيحها تسيح معاكي بقى على طول. مش اوقات بنجيب زبدة من الفلاحين بتكون اللهم صل على سيدنا محمد، شايفين؟ بتكون بتاخد وقت وبتفضل تغلي بقى كتير وبتاخد وقت على البوتاجاز وبتنزل ميات كده. ده علشان هما مش عصرينها كويس. فده بقى الغش يعني ايه
ما بيعصرهاش كويس وبيخلوها بالمية بتاعتها عشان توزن اكتر معاهم، فاهمين؟ فتديكي وزن وتديكي كمية. هي طبعا هتدي وزن ليهم، لكن ليكي هتاخد وقت على البوتاجاز، وفي الاخر السمنة هتبقى قليلة معاكي. شايفين اللي نزل منها بقى ده؟ الشرشر ده اللي نزل منها ده هنعمل بيه احلى مخبوزات طرية. مش هنرميه، اوعي ترميه، حطيه في كيس تلاجة وشيليه بقى في الفريزر، وبعد كده طلعيه اعملي بيه بقى ايه القرص بتاعتك. والزبدة بتاعتي اهو، شايفين عسل، جميلة جدا. شايفين ده زي ما قلتلك، هحطه بقى في كيس تلاجة واشيله. هنوزنها، عندك ميزان بقى حطيه على الميزان كده واعرفي انتي طلعتي ايه من القشطة بتاعتك، وكمية الزبدة اللي عندك قد ايه. ما شاء الله، يعني طلعت معايا 400 جرام، يعني نقول نص كيلو من الزبدة. شايفين 400 جرام اهو. تمام، نص كيلو من الزبدة. طلعناهم من القشطة. يعني الزبدة دلوقتي نقول ب200 جنيه، 200 وحاجة كمان في السوق. يعني احنا كده وفرنا 100 جنيه. هنا بقى دي كان عندي نص كيلو برضو من الزبدة المزارع، هسيحها بقى معاها بالمرة. وهنا حطيتها بقى في الفريزر، وتاني يوم بقى قلت اكمل بقى بقية الفيديو واوريكم ازاي هي بتسيح. تمام، هتسيح معايا على طول. حطيتها في حلة على النار بالشكل ده. عايزه اقولك والله مجرد ما وقفت، يعني غسلت طبقين كده وغسلت الحاجات اللي هي اللي في المطبخ، كانت الزبده ساحت معايا. طبعا انا عيني عليها ما بسيبهاش، وانا واقفه جنبها ساحت على طول. ما شاء الله. شايفين؟ مجرد ما حطيتها على البوتاجاز، ومع انها كانت متجمده، يعني انا عاملاها من بالليل، ودي تاني يوم برضو في نفس الميعاد يعني شايفين ساحت ازاي على طول. وادي الزبده المزارع، دي الزبدة البلدي بتاعتي اللي انا ضربتها معاكم، اللي هي القشطة. تمام، وده الافضل ان انتي تعمليها كده، يعني تضربيها وبعد كده تعمليها بالشكل ده زي ما بتتباع في الفلاحين. علشان في ناس كمان بتقول ان هي بتحط القشطة على البوتاجاز وتسيح مع نفسها. لا، بصراحة يعني مش هتبقى حلوة، وكمان هتهدر منك وهيطلع منك كمية مرتة كتير. لكن لما تعمليها بالطريقة دي، الطريقة دي جميلة جدا، وزي ما حبايبنا كده في الأرياف بيعملوها. تمام، ادي كمان الزبدة المزارع اتساحت معايا كده بالشكل ده. بس طبعا كان الأسرع الزبدة نقول بقى الزبدة اللي أنا عملتها، الزبدة البلدي الجميلة بتاعتي، هي اللي ساحت أسرع، علشان كانت عبارة عن كور صغيرة. لكن الكورة الكبيرة بتاخد وقت طبعا في التسوية. شايفين هي كده خلاص اتعملت معانا بقى اهي واحنا واقفين. هطفي بقى، انا طافية هنا عليها النار، يعني شايفين انا طافية عليها النار وعمالة تعمل فقاقيع. اطفي عليها النار وشيليها كمان من على العين اللي كانت النار متولعة عليه. يعني ما ينفعش تطفي النار وتسيبيها على العين هي، لان العين سخنة والحلة سخنة، فهتغمق معاكي السمنة. فشيليها من على النار خالص، وهي بقى كمان سخونة الحلة بتكمل تسويتها. وهنا الزبدة المزارع كانت ساحت معايا برضو بالشكل ده. ادي السمنة بتاعتي، شايفين ما شاء الله. بمصفى بقى كده وصفي السمنة بتاعتك علشان المرتة. شايفين المرتة كمان طالعة سايحة وجميلة جدا ومش كتيرة. شايفين؟
تمام. صفيتها بقى وهصفيها مرة كمان، يعني علشان في مرتة برضو نزلت كده في السمنة. هشيل بقى الريم اللي على الوش ده كده، الوش بتاعها كده بالشكل ده، علشان السمنة بتاعتي تبقى صافية معايا، وهصفيها تاني. تمام. ادي المرتة، عايزة اقولك طعمها بقى فيها كده حدوقية وملحة، زي ما بنجيب السمنة او الزبدة من الفلاحين وبيكون طعمها جميل. المرتة طالعة معايا ناعمة اهي وجميلة ومخرزة وطعمها جميل جدا. طبعا دي بقى تتاكل بقى كده بالعيش، تفطري بيها او تحطيها كمان على المش، او تجمديها وتعملي بيها مش فلاحي جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. ادي المرتة ودي السمنة، ودي بقى كمان صفيت السمنة المزارع. هنا انا بوريك المرتة بقى ناعمة ازاي، شايفين جميلة طعمها حلو قوي. انا بحب المرتة المالحة، وبحب الزبدة كمان اللي هي تكون طعمها مالح شوية ما تكونش دلع. تمام. شايفين السمنة بعد ما صفيتها كمان تاني مرة جميلة جدا. اوعي بقى بعد كده ما تستخدميش، ما تشيليش القشطة، شيلي قشطة اللبن او قشطة الحليب وجمديها، وبعد كده بقى اخر الشهر روحي ضرباها كده بالشكل ده زي ما انا موريتك، واعملي بيها احلى سمنة. انا هنا بقولك هخلط بقى الاتنين على بعض. السمنة شايفين هو نفس الوزن، يعني دي كانت نص كيلو ودي 400 جرام. ما شاء الله اللي انا عملتها بالقشطة طالعة نفس الوزن، طالعة نفس الوزن ونفس المقدار. تمام. هخلط بقى الاتنين على بعض واستخدمهم بقى في البيض، في الرز. يعني خليها عندك بقى في التلاجة كده تعملي بيها حلويات. واحلى سمنة بلدي بالقشطة الفلاحي او قشطة الحليب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم. كنتم مع لميا صيام، والسلام عليكم.